السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنجرب مع بعض دواسة الكشكشة لأول مرة. في ناس بتسميها دواسة التجميع. هي بصراحة الدواسة كانت عندي بقالها فترة وانا اول مرة هجربها معاكم النهارده. لو ركزنا في شكل الدواسة هنلاقي هي فيها فتحة من تحت مشرشرة كده بنركب فيها القماش. هي المفروض في ناس بتقول عليها ان هي دواسة التجميع، ان هي بتجمع قطعتين مع بعض، قطعة من تحت اللي هي بنحطها من تحت الدواسة اللي هي بتتكشكش اللي انا عايزة اكشكشها، والقطعة التانية بدخلها في الفتحة اللي موجودة في الدواسة، ودي اللي انا بربطها بالقطعة اللي فيها الكشكشة. هنجرب لسه هنشوف. انا ركبت الدواسة في المكنة، ابتديت ان انا احط القطعة اللي هي ان انا محتاجة ان انا اكشكشها من تحت، والقطعة التانية اللي انا عايزة اربطها او اخيطها مع قطعة الكشكشة انا بحاول ان انا ادخلها في الفتحة اللي موجودة في الدواسة. المفروض ان هي بتبقى سهلة، بس مش عارفة ليه كان في صعوبة معايا وانا بدخلها. وابتديت اشغل المكنة، بس حسيت ان هي مش بتسحب معايا القطعتين القماش مع بعض، واللي حسيت ان في كلكعه. يعني انت هتشوفوا معايا في الفيديو هي الخيط كلكع والخياطه كلكعت، وحسيت ان في حاجه غلط. يعني هي ما عملتش المفروض ان هي جايه تعمله. المفروض انا بستخدمها علشان تجمع القطعتين مع بعض، لا كلكعت الخيط بتقطع الخيط من المكنه. كانت لا تجربة مش احسن حاجة بصراحة. حاولت ان انا افك الخيط واحاول مرة تانية اجربها واشوف النتيجة. يعني بصراحة كانت النتيجة مش الطف حاجة ابدا. لو حد منكم جربها وكانت النتيجة معاه كويسة ياريت يقول لي مثلا في الكومنتات انا ايه الغلط اللي انا عملته، او مثلا لو في طريقة اسهل من كده لاستخدامها. فكيت طبعا الخيط ده كله وحاولت ان أنا اجرب تاني مرة تانية. الخيط كان مكلكع فيها طبعا. حاولت تاني وغيرت الاتجاه القماش، قلت يمكن مثلا اتجاه كان غلط او حاجة. حطيت كل الاحتمالات بصراحة. وفي صعوبة جامدة قوي في ان انا بدخل قطعة القماش في الفتحة اللي هي جوه الدواسة دي. وبعد ما حاولت كذا مرة قررت ان انا هجرب الدواسة بس في الكشكشة، مش هجمع قطعتين مع بعض، ونشوف اذا كانت هي هتعمل الكشكشة كويس وتبقى الخيط يعني مش بيتفك بسهولة. فهنا خلاص شلت القطعة القماشة اللي انا عايزة اجمعها، واكتفيت بس بان انا هعمل الكشكشة للقطعة الكبيرة، ونشوف هي هتعمل كشكشة كويس ولا لا. في اول مرة لما جربتها لقيت ان هي لا كان في غرز كانت بتبقى مفتوحة، مش كل الغرز كويسة. فحاولت انا بصي حتى انا شفت الغرز لا لقيت الدنيا مش اظبط حاجة. قلت اديها فرصة تانية وجربتها من ناحية تانية. قلت يمكن مثلا القماشة دي باظت، فجربتها هنا والنتيجة ان هي عملت كشكشة كويس جدا حلوة قوي، والغرزة كانت كويسة وما فيش حاجة مثلا مفكوكة او كده. تمام، النتيجة كانت كويسة مرضية يعني. وهيبقى فيه بقى حل تاني ان انا عشان اجمع قطعتين ببعض ان انا استخدم الدواسة، اغير الدواسة دي بدواسة عادية واجمعهم مع بعض عادي جدا. وابتديت ان انا استخدم الدواسة العادية بقى خالص في ان انا عشان اجمع القطعتين مع بعض. يعني كده هستخدم دوستين بعد ما كنت عندي امل ان انا استخدم دواسة واحدة وتغنيني عن خطوات كتير. وابتديت اغير الدواسة، شلت الدواسة الكشكشة وابتديت ان انا احط الدواسة العادية. انا بحب استخدم الدواسة البلاستيك احسن من الدواسة المعدن. وخلاص هجمع القطعتين مع بعض بالطريقة اللي احنا متعودين عليها عادي جدا بقى. خلاص يعني مجرد ان هي لو دواسة كشكشة بس يعني هي عامل كشكشة كويس جدا، وممكن تغنيكي عن ان انت تعملي الكشكشة بان انت بتسحبي الخيط. بس انا عندي رأي الدواسة لما باجي بعمل الكشكشة بسحب الخيط بحس ان انا بتحكم في مقدار الكشكشة اللي انا عايزاه. انا مش عايزه كشكشه كتير، يعني مش عايزه اعمل كشكشه قويه، لا عايزه اعمل كشكشه بسيطه. فانا بتحكم في مقدار الكشكشه اللي انا عايزاه لو هعمل بسحب الخيط. لكن لو هعملها بالدواسه الكشكشه دي لا، هي مش بتخليكي تتحكمي في مقدار الكشكشه. هي عايزه قطعه قماش مثلا
ضعف القطعة الأساسية اللي انت عايزاها، وتعمل لك الكشكشة وتخيطي انت القطعتين مع بعض. فانت كده انت محتاجة مرتبطة بمقدار قماش معين عشان تعمل لك الكشكشة. ودي كانت النتيجة النهائية. طبعا النتيجة كويسة جدا، كشكشة كويسة لو جبتي مقدار قماش ضعف المساحة اللي انت عايزة تخيطيها. كويسة كاستخدام للكشكشه، بس هي ممكن تغنيكي عن ان انت تعملي كشكشه بسحب الخيط. لا، من وجهه نظري لا، بالعكس، انا عندي ان انا اسحب الخيط واظبط المقدار الكشكشه زي ما انا عايزه على حسب الموديل، اسهل بكتير من ان انا اتحكم او تبقى الدواسه هي المتحكمه في مقدار الكشكشه بتاعتي. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل اشعار بالفيديوهات اللي انا بعملها. وباي باي.